هيفوتك نص عمرك لو ما جربتيش الاكله دي. اول حاجه كده معايا طاسه على النار، حطيت كده فيها سمنه على زيت، وهضيف دلوقتي كده عليهم بصلايه كبيره مقطعاها مكعبات صغيره، وهضيف دلوقتي كده عليها معلقه صغيره من السكر. ما تستغربوش، السكر بيفرق جدا معانا وبيدي طعم حلو قوي قوي. هنبدا نحمر البصله بحيث تاخد معانا اللون الذهبي. بعد ما تاخد معايا اللون الذهبي هضيف ليها كده فصين من الثوم، فرمتهم معايا ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نشوحهم كده مع البصله. اول ما ريحتهم تطلع معانا كده خلاص بنبدأ نضيف بقى اللحمة بتاعتنا. هستخدم معاكم النهاردة ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة، مش عايزين اكتر من كده. الوصفة سهلة وبسيطة واقتصادية وطعمها عايز اقول لكم هيعجبكم. ربع كيلو بس من اللحمة هنغدي البيت كله. هنحمر كده اللحمة مع البصل بحيث لونها هيغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده قطعت كده معايا فلفل حامي وبارد، والحامي طبعا على حسب الرغبة وراحتك خالص، لو مش بتحبيه او عندك اطفال استغني عنه. هشوحهم بقى كده مع بعض لمدة دقيقتين اتنين بس، وبعد كده نضيف ليهم البطاطس. انا قطعت كده النهارده حوالي نص كيلو من البطاطس، قطعتها كده مكعبات بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. طبعا كميه البطاطس على حسب عدد افراد البيت عندك، يعني لو العدد كبير ممكن تزودي الكميه عن كده او تقللي براحتك خالص. هنبدا بقى نشوحهم كده لمده 5 دقايق. وعايز اقول لكم تشويحه البطاطس مع اللحمه بتفرق جدا في الطعم. البطاطس كده شبه بتدخل في السوا وطعمها بيكون حلو قوي قوي، بتشرب كده من اللحمه ومن الثوم اللي احنا حطيناه والبصل. بضيف دلوقتي كده عليها الملح المبهر، والملح المبهر ده عباره عن ملح عادي جدا، بس انا بضيف له فلفل اسود، كمون، بابريكا، شطه. بضيف منه معلقه، وبضيف البهارات عباره برضو عن فلفل اسود وكمون وكزبره وشطه او بابريكا، واشوحهم دلوقتي مع بعض. لو مش متاح عندك طبعا ملح مبهر تستخدمي الملح العادي جدا، وهتزودي عليهم برضو نفس البهارات اللي انا ضفتها اللي هي الكزبره والكمون والفلفل الاسود والبابريكا او الشطه. شوحتهم زي ما انتم شايفين كده، ودلوقتي هضيف لهم عصير الطماطم. وعصير الطماطم هنا انا مصفيها، انا دايما بحب اصفي الطماطم معايا. لو انت ما بتحبيش تصفيها دي حاجه ترجع ليكي براحتك خالص. هقلبهم كده مع بعض كويس جدا، وبعد كده هغطيهم واسيبهم بقى لما يسبكوا براحتهم. لو حابه تضيفي مكعب مرق الدجاج مفيش مشكله، في ناس بتحبها فضيفيها مفيش اي مشكله خالص. انت طبعا بعد ما تتسبك هتدوقي كده الطعم وتشوفي محتاجه ملح تاني بتزودي، محتاجه سكر بتزودي، عشان الطماطم ممكن تكون مالحه شويه، فالسكر بيعادل نسبه الحموضه اللي موجوده في الطماطم. عايزه اقول لكم بقى ريحتها بجد خطيره، قلبت الدنيا ما شاء الله. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي قوي. اللحمه اللي احنا ضفناها رغم ان هو بس ربع كيلو من اللحمه، بس فرق جدا في الطعم وفي الريحه وفي النكهه، خلى البطاطس دي في حته تانية خالص. هجيب دلوقتي بقى طاجن، لو انتوا حابين تسووها كده تسويه كامله على البوتاجاز مفيش مشكله، عايزين تدخلوها في طاجن بصراحه بتكون احلى واحلى. انا عن نفسي بحب ادخلها كده في طاجن الفرن، ريحه التوم بقى كده بتطلع والنكهه بتكون رهيبه، بتملى الدنيا وبتكون مفحفحه ما شاء الله. هقدم بقى دلوقتي كده معاها رز بلسان العصفور. طبعا انا هحمر كده الاول لسان العصفور وبعد كده اضيف ليه الرز المصري. طب لو انا مش بحب لسان العصفور او مش متوفر عندي، ممكن تعملي رز بشعريه، او تعملي رز حبه وحبه، او رز ابيض. الرز حبه وحبه بتعمليه بنفس طريقه برضو الرز بلسان العصفور. بتحمري كده الاول شويه رز لحد ما يوصلوا للون الذهبي، وبعد كده بتضيفي ليهم الرز المصري. انا ضفت طبعا سمنه على زيت، لازم سمنه بلدي. السمنه البلدي بتفرق جدا في طعم الرز، خصوصا ان احنا هنسقيه معانا بميه مش هنسقيه بشوربه. حمرته كده للون الذهبي وضفت كده عليه الرز المصري، بس المقطع ده ما تصورش معايا. وببدا احمره كويس جدا بحيث يبقى زي الخرز، يعني ميته تنشف معايا تماما. ومش بضيف ليه غير الملح عشان ما بحبش الرز يغمق معايا، بحب لونه كده يكون ابيض، بيكون شكله حلو قوي قوي في التقديم. وبضيف له طبعا ميه مغليه، لازم ميه مغليه عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو جدا. الميه البارده بتخليه كده الرزيه مكسره وما تطلعش حلوه. فهدي طبعا النار واسيبه يستوي على نار هاديه، وقبل ما يكمل تسويه بضيف له كده معلقه من السمنه البلدي، بتفرق جدا في الطعم. واغطيه بقى واسيبه يكمل التسويه بتاعته، لان كان طبعا لسه ما استواش. طبعا لو احتاج معاكي ميه تاني بتضيف ليه ميه مغليه على حسب بقى ما تشوفي الرز معاكي. شايفين ما شاء الله الرز عامل ازاي مفلفل ورهيب. في المرحله دي الطاجن كان استوى معايا في الفرن، وحمرته كده تحت الشوايه بس تحميره بسيطه قوي عشان يديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونقدم بقى طبقنا كل واحد كده بولة رز، وبضيف كده جنبهم كده حبه بطاطس كده باللحمه، وبالف هنا وشوف على قلوبكم. طبق سلطه خضراء ومش عايزين اي حاجه تاني. ده كده كان غدانا النهارده. عايزه اقول لكم بجد غدا رهيب. جربوه بالطريقه دي وانا متاكده هتدعوا لي. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى فعلا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو بمعلومه واحده. طبعا لو عجبكم تدعموا الفيديو باللايك والشير عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. اكون شاكره لكم جدا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده. مع الف سلامه.